مرحبا حبايبي، شلونكم؟ مشتاقات لكم ورجعت لكم بفيديو جديد. بداية حديثنا صلوا على النبي حبايبي، ما أحلى الحديث إلا بالصلاة على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. طبعا اليوم الجو حار كلش، فمحتاجين إلى عصير فريش. بما أنه الجو حار فأكيد الجسم حيكون تعبان ومحتاجين طاقة. فهنا جبت موز كيلو ونص. ليش؟ لأن الموز بيه طاقة رهيبة، كل موز كمية طاقة رهيبة تساعد الجسم انه يقوم يتحرك ويكمل كل شغله. تمام. فالاطفال ايضا هم محتاجين ايضا هذه الطاقه، باي مو بس طاقه، بفيتامينات، فيتامين كالسيوم، عندنا صوديوم، عندنا الفيتامين الف، في كثير من الفيتامينات المفيده لصحه الانسان. لهذا يفضل انه دائما تسوون هيج نوع من العصائر. تمام. انا هنا جبت عندي كيلو ونص موز فريش. طبعا الموز المشكله انه انا جبته كل زين وتمام، جبته الصبح كان الجو حار، فمن كثر التعب ومن كثر الحر انه انا نسيت حطيته هو وقشره بالفريز، وهاي اكبر غلطه مني، كان المفروض اقطعه ويلا اضيفها بالفريز، بس انا غلطت هالغلطه. ان شاء الله بعد ما تكرر. فانتم من تجيبون الموز تجيبوه تقشروه وتقطعوه، يلا تضيفوه بالفريز، يلا تجمدوه بالفريز. تمام. طبعا هنا انا جبت كيلو ونص موز. بديت اقطع، بديت اقشره لين جامد كلش. فحاول اقشره بالسكين حتى اقدر اطلع القشر كامل، لان مثل ما قلت لكم هو جامد وتقشيره يكون كلش صعب وهو جامد الموز. المهم ان انا هنا كملت، قشرت الموز كله. تمام. وهذا القشر اللي طلع من عنده حاولت اطلع الموز كامل من القشر. جبت هنا الكيلو من الموز، ضفته بالخلاط. طبعا هنا الكيلو موز انه انا ضفته بالخلاط، راح اضيف عليه حليب. هنا الحليب حيكون حليب كامل الدسم، ويكون ساده، ما بي اي نوع نكهه. تمام. طب قبل شويه صورت هنا الفراوله، لكم العصير الثاني حيكون بالفراوله، يعني موز بالفراوله. هنا جبت عندي الحليب. الحليب هنا ضفت تقريبا نص لتر حليب. تمام. على هذا الكيلو موز نص لتر حليب. حتقول كان المفروض تضيفين اللتر كامل حقكم، لان انا محتاجه الفيتامينات الموجوده بالموز، يعني انا ما محتاجه حليب اضيفه، لا، الفيتامينات الموجوده بالموز كلش مفيده للجسم، فمحتاجتها ومحتاجه هاي الطاقه الموجوده بالموز. لهذا ضفت نص لتر حليب. تمام. ضفت عليه ماء ورد. طبعا ماء ورد هنا مثل ما شفتوها، الماء ورد هذا مال بيوت، مو مال مصانع، مال بيوت، يعني فريش، معمول بالتقطير، فكلش صحي ايضا، ونفس الوقت طعمه كلش طيب وريحته كلش طيبه. هنا ضفت ايضا ماء ورد بدل الهيل، يعني فضلت الماء ورد من حيث الطعم والشكل ايضا يكون احسن من الهيل. هنا جبت عندي العصير الثاني اللي هو الفراولة وثلاث موزات. تمام. ضفت عليه، ما اقول نص لتر، اقل من نص لتر حليب. طبعا ليش ضفت له قليل؟ قلت لكم لان محتاجه الفيتامينات الموجوده بالفراوله هنا وبالموز. وضفت عليه ايضا مي ورد، ملعقتين كبار او ثلاثه حسب رغبتكم، هي كلش طيبه هي ريحه المي ورد. ومثل ما قلت لكم هذا بالتقطير معمول بالبيت، فكلش مفيد. هنا جبت الموز، كملت الموز هنا الثاني، كملت العصير الثاني اللي هو عصير بالموز والفراولة. ولا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. وبس حبايبي، إن شاء الله عجبكم هذا الفيديو، انتظروني فيديوهات جديدة. يا رب أكون عند حسن ظنكم. إنه أنا ما ضفت الثلج، لأن الثلج شفته ماكو داعي، لأن هو العصير مجمد. تمام. شكرا.